الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. النهارده هنعمل وصفة كده، يعني ايه، حاجة زي الشيبسي. بدل العيال ما يروحوا يجيبوا الشيبسي من بره، وبرده البطاطس يعني انا هنغير، وانا شفتها يعني عجبتني، يعني حسيت ان هي ايه، وصفة جميلة كده وسهله وايه، واقل حاجه بعيش، العيش بتاعنا البلدي، العيش البلدي بتاعنا ده هنعملوه وهيبقى مقرمش. ممكن العيال ياكلوه كده حاف زي الشيبسي، مع جبنه، مع اي حاجه هيتغمس. وممكن بقى هنحط عليه توابل كده، هيبقى زي الشيبسي كده، جميل جميل. تعالوا مع بعض ان شاء الله نجربوه، يبقى جميل. بصوا، هناخد رغيف العيش كده ونقطعه فيه ايه، طول كده 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 كده. سيبوا بقى ايه، قطعه كده يعني كبير شويه اهو، مش صغير قوي، مربعات بقى كده زي ما انتوا شفتوا كده اهو. بس انت هتفتحوا بقى المربع كده اهو، هتفتحيه كده اهو كده، قطعي كله وايه، وتفتحيه بالمنظر ده زي ما انتوا شفتوا كده اهي. اقطع كده، هاجي على الحته ديت مقفوله اهو، اقطعها كده. قطعي بقى على قد ما تقدري، يعني هيرمي معاكي كتير كتير قوي اهو. تعالوا بقى نشوفوه بعد ما اقطع الكميه، هوريكم نعمله ايه. بصوا يا حبايبي، بصوا بقى اهو، عملنا كده، قطعناه زي ما انتوا شفتوا كده اهي، مكعبات كده اهو، فتحناه اهو. يلا بقى تعالوا نشوفوا ايه هنعمله فيه ايه. يلا بصوا يا حبايبي اهو، زيت على النار كده زي ما انتوا شايفين، وتعالوا بقى ايه نحمره اهو. استنى، ده لسه اهو، اول ما الزيت يسخن جامد اهو. بصوا بقى يا حبايبي اهو، يتقل اهو، نقليه بقى في الزيت كده زي ما يكون شيبسي اهو، زي ما يكون عيش بقى. انتوا حرين بقى ياكلوه بقى زي شيبسي، ياكلوه باي حاجه. هنوريكم برضه هنحط عليه ايه وهنعمله فيه ايه عشان يبقى طعمه جميل. اما اول ما يحمر هوريكم درجه الحمرات بتاعته ولما اطلعه اهو يا حبيبي. بصوا يا حبايبي اهو، الدرجه دي بقى كده تمام وزي الفل. يلا نطلعوه بقى، لا اهو نطلعه على الطبق واوريكم يا حبايبي بقى. بصوا انا شايفين كده، بصوا بقى القرفشه اللي انتوا سامعينها دي زي شيبسي بالظبط، شيبسي متقلة كده وخفيف خفيف زي ما انتوا شايفين كده. طلعوا بقى حلو كده قوي الدرجه ديت لما بيطلع كمان، لما بيطلع زياده يعني شويه عن كده يحمر اكتر اهو. يلا نطلعوه بقى ونوريكم. بصوا حبايبي، بصوا القفشه، بصوا شيبسي اهو، شيبسي احلى مليون مره بالشيبسي اللي بره. ممكن بقى تجيبي اطعمه من عند العطار، في بطعم الجبنه، في بطعم الكاتشب، في بطعم الفلفل الحار، زي ما انتوا عاوزين. اي اطعمه انتوا عاوزين تحطوها حطوا ان شاء الله، بس يعني ملح وفلفل وكمون بس، هيديله برضو طعم ويبقى زي الفل. هتشوفوا جميل 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 اهو يا حبايبي. بصوا الجمال بقى، بصوا العيش، بصوا جماله، بصوا سامعين القرفشه، بصوا الخرفشه ايه، زي الشيبسي بالظبط. بقى كل التكليف حاجه ولا حاجه، بنعيش من عندنا وشويه زيت، وما بياخدش زيت كتير. يعني شويه الزيت اللي انتوا شفتوهم دول انا حمرت الكميه دي والكميه دي كمان، بصوا اهو واهو، ولسه عاوز كمان يتحمر قدهم اهو، ولا حاجه. دي ساده، انا هسيبه ساده كده. اللي عاوز ياكل بيه الجبنه
اللي عاوز ياكل بيه حاجه. وده نحط معاه عليه التوابل اللي احنا كنا عاملينها البطاطس المحمره لو كنتوا فاكرين، اللي هي كزبره ناشفه وملح وفلفل وملح وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر. ده بقى هو كل ده بيتحط على بعض، وكمون، وتروحوا بقى ايه رشه بقى العيش ده وزي ما قلت لكم في اطعمه بنشتروها من عند العطار، يعني مثلا تقولوا انا عاوزه طعم بالجبنه بالكاتشب بالشطه كده، وترش عليه اكنه شيبسي اهو، ياكلوه الولاد احسن مليون مره من الشيبسي اللي بره. قلبوا كده وذوقوا بقى الطعم، وشوفوا بقى الوصفه دي وادعوا لي، اوعوا تنسوا ما تدعوليش انا وولادي. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه الجميله دي السهله اللي تجربوها باذن الله، تدعوا لي وتخلوا الولاد يدعوا لي كمان. وصفه جميله وسهله ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش حبايبي تعملوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وزي ما قلت لكم اعملوا وجربوا واكتبوا لي. ان شاء الله اشوفكم على خير في وصفه احلى واحلى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.